مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. شددت سرية الدرك الملكي المراقبة على الشاحنات المحلية بالمواشي على جميع الطرقات بالمملكة. وقبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. بشرت سرية الدرك الملكي بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية حملات مراقبة مكثفة تستهدف الشاحنات المحلية بالمواشي، وخاصة المتجهة نحو الأسواق الأسبوعية. تأتي هذه الحملات في إطار تنفيذ تعليمات ملكية سامية بمنع ذبح أضاحي العيد لهذه السنة، وتشمل هذه العمليات حسب مصادر مطلعة مراقبة دقيقة للوثائق القانونية، خاصة بنقل المواشي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل المخالفين. وقد تم توقيف عدد كبير من الشاحنات وإرجاعها إلى مناطق انطلاقها بعد رصد خروقات تنظيمية قانونية. تأتي هذه التدابير الاستثنائية حسب المصادر ذاتها في سياق جهود الدولة الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على الصحة العامة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وكما تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات لحث المواطنين والفاعلين في القطاع على الالتزام بالقرارات الجارية بها العمل، وذلك تجنبا للعقوبات القانونية ودعما للمصلحة العامة في هذه الظرفيات الخاصة. بهذا نكون مشاهدين قد وصلنا إلى ختام هذا الموجز الإخباري قدمناه لكم من قناة موجز المغرب. دمتم في أمان الله.